نجدد اللقاء بكم مستمعين الأعزاء. طلة حساسة وعالم مليء بالحساسية. مستمعين الكرام على أثير راديو إذاعة إصغي وبرنامجكم الإذاعي كل شيء تمام. اليوم نقدم حلقة جديدة من برنامجكم كل شيء تمام. بس في شيء اليوم مش تمام، موضوع يؤرق المدينة برمتها. نتكلم اليوم عن عصب الحياة لجميع الكائنات الحية بالاستثناء، ودونه لا تكون هناك حياة. يقول الله تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. الماء، نعم، الماء هو أساس الحياة على الأرض، وأبناء المحافظة يشكون الظمأ. رش عابس شعلان السهرة وعابس
الحوض المائي شهد في الآونة الأخيرة انخفاضا كبيرا في مستوى المياه الجوفية، انتهاكات الأحواض المائية والبناء عليها، حفر آبار جديدة بطرق غير قانونية أو علمية، تعميق الآبار الخاصة، ارتفاع أسعار واردات الماء، انقطاع مشروع المياه، تشرد النساء والأطفال بالدباب للحصول على الماء من الآبار البعيدة عن المساكن أو من المساجد والسدود وغيرها، وظهور حتى سوق سوداء للمياه. نتساءل: أين القائمين على مؤسسة المياه والصرف الصحي؟ ورغم هطول الأمطار في هذه المدينة إلا أننا أصبحنا في أزمة حادة بسبب المياه. الله يحرمه من حوض الجنة اللي يحرمنا الماء، الله يحرمه. بالسيارة ولا كل شيء مهمل، كل شيء. ايش من مزارع هذا؟ ايش من خبر؟ صباح الخير. أنت غسلت السيارة ساعة الناس؟ ايوه، قد نظفتها وغسلتها وصبنت ما عاد نشف. وحميتها ولا ما حميتهاش؟ ها لا. بريد. هي شغل حمي السيارة. طيب. أيها المسؤولون، أيها الساسة، إن جالس المذيع هذا هو حق هالبرنامج السياسي الساخر، كل شيء تمام. والمشكلة إنه بيدي مواضيع ولا فيها شيء تمام، كان عايسمي البرنامج حقه كل شيء خارب وخلاص. هذا أسلوب ذكي وخطير يا بليد. اطلع. وكل شيء تمام بس الماء لا. كل شيء تمام، كل شيء تمام عندكم أيها الساسة والمسؤولون، بس عند المواطنين، عند عامة الشعب، عند الناس البسطاء مش كل شيء تمام. كل شيء تمام. ما هو الحل؟ ما هو الحل لوقف الانتهاكات للأحواض المائية ولتوفير المياه وللنجاة من الجفاف المستقبلي؟ هل نتوجه كمواطنين رجالا ونساء وأطفال ونأخذ معنا أوعية فارغة من الدباب وغيرها لنتوجه إلى بيتك أيها المختص والمسؤول والسياسي ونعمل طابور أمام فلالكم ومنازلكم التي لا تتوقف فيها المياه ولا اليوم ولا حتى لساعة ودقيقة واحدة؟ أيها المتخمين بالنقود والنفوذ، صبرنا ينفذ. هذا جالس يحرض علينا وعلى المسؤولين، ومش عارف ايش ممكن يسبب التحريض هذا، وايش ممكن يكون عقوبة التحريض قانونيا. والله انه بريد. يعني في عقوبة للتحريض قانونيا؟ اطلع يا بريد. يعني اطلع. ما شاء الله عليك، داري وفاهم كل حاجة. بشر بشر. انتظروني في الحلقة القادمة، أنا معكم شكري من برنامجكم الإذاعي كل شيء تمام عبر أثير إذاعة إصغي على التراب.